بعد اللي حصل في قصه رمضان صبحي في كلام كتير دلوقتي ان في تصالح بين النادي الاهلي ونادي بيراميدز، والكلام ده بيتقال بعد بيان النادي الاهلي لمسانده رمضان وكمان بيان بيراميدز اللي وافق على مسانده النادي الاهلي. لكن انت دلوقتي جه دورك يا اهلاوي علشان تقول لي ايه رايك في المصالحه دي، لو تمت موافق عليها ولا لا، نقفل الصفحه ولا اديناها مفتوحه. السلام عليكم واهلا بيكم، انا معاكم اشرف المصري، وما تنساش يا اهلاوي يا جميل تعمل لينا لايك، وكمان اخويا الاهلاوي اللي هيروق علينا وهيشترك في القناه وهيفعل زر الجرس ويصلي ويسلم على الرسول الكريم. اخبار كتير وحوارات كتير وحواديت كتير، ولكن خلينا نبدا بالخفيف والتقيل شايل ورا. النادي الاهلي لعب مباراه مهمه جدا الصبح تحت 16 سنه في البطوله الوديه اللي بينظمها النادي الاهلي، وفاز على فريق وشباب سبورتنج لشبونه 1-0 ووصل لنهائي البطوله، وبالفعل لعب مع الفريق الاوكراني روخ لافيف اللي تعادل مع النادي الاهلي وكسبوا بضربات الترجيح 6-5. ولكن بمجمل البطوله الاهلي ادى فيها بشكل فوق الممتاز وقدر يوصل للنهائي على فرق زي سبورتنج لشبونه، اكاديميه برشلونه، يوفنتوس، وكمان فرق كتير كانت موجوده ومنتخبات اوروبيه كانت موجوده في البطوله. الاهم في المشاركه ان احنا ناخد الخبرات اللي كانت موجوده في البطوله دي. وبما اننا جبنا سيره برشلونه في القصه، فاحنا كلنا عارفين ان برشلونه قدم عرض الفتره الاخيره لابننا حمزه عبد الكريم، وناس كتير طلعت قالت ان هم اول ناس قالوا، سواء كان الصحفي المميز محمود شوقي او ناس كتير على اليوتيوب وغيرهم. لكن شخصيا اول حد سمعت بيقول الخبر ده كان الاستاذ ابراهيم فايق في البرنامج بتاعه من اسبوع تقريبا. وانا قلت قبل كده كاهلاوي اتمنى لاعبي وناشئي النادي الاهلي يحترفوا بره وان احنا نديهم فرصه. شفنا زمان احمد شكري واكتر من لاعب كان بيجي له فرصه، واحمد حمدي اللي بيلعب حاليا في الزمالك كان بيجي لهم فرص يحترفوا في فرق بره، والاهلي في الاخر كان بيرفض، وفي الاخر اللعيبه دي كانت بتمشي من النادي الاهلي مجانا لفرق صغيره جدا. علشان كده اتمنى التوفيق لحمزه عبد الكريم، واتمنى ليه ان هو ان شاء الله باذن الله لو جاي له فعلا برشلونه يروح، حتى لو الفريق الثاني بتاع برشلونه مش الاول. وبرضه هستنى رايك، هل انت موافق على الكلام ده ولا لا؟ كمان من ضمن الحاجات الخفيفه اللي هناخدها سريعا كلام عمرو السوليه اللي قاله امبارح. كابتن عمرو السوليه هو كان كابتن وقائد النادي الاهلي لفترات زمنيه كبيره، كل جمهور النادي الاهلي بيحبه، ولكن هنا انا مش هقول كل الكلام اللي قاله، انا هتكلم في نقطه واحده بس قالها الكابتن عمرو السوليه لما قال انه ما حسش بالتقدير بعد ما خرج من النادي الاهلي، وان ما حدش عرض عليه ان هو يكون موجود في كاس العالم. المشكله بقى ان كل الصحفيين واليوتيوبر ايام كاس العالم قالوا ان النادي الاهلي عرض على عمرو السوليه وكمان عرض على علي معلول ان هم يكونوا موجودين في كاس العالم للانديه، وكمان طلعوا قالوا ان اللعيبه دي هي اللي رفضت تكون موجوده مع النادي الاهلي، لحد ما طلع عمرو السوليه امبارح وقال الكلام ده. واعتقد من وجهه نظري كان قاصد، لان الكلام كله كان طالع في شهر 6 ان السوليه اللي كان رافض ومعلول كان رافض، ولكن الحقيقه ان عمرو السوليه لم يعرض عليه هذا الامر نهائي، وبالتالي الراجل ليه حق ان هو يزعل، لان الراجل خد مع النادي الاهلي بطولات افريقيا اللي وصلته في الاخر انه يلعب في كاس العالم للانديه. ما تزعلش يا سوليه، وان شاء الله باذن الله في يوم من الايام هيكون ليك مكان داخل النادي الاهلي وهتكون موجود. وكمان يا ريت ما نقتطعش كلام السوليه من اللي هو قاله، لان هو كان بيرد على كلام الصحفي، ما بيقولش كلام من دماغه. خلينا نبدا بقى حكايتنا وحوادثنا مع النادي الاهلي واللي حصل في الجيش الملكي بعد قصه السكينه المعجون اللي اتحدفت جوه الملعب والكوتش اللي كان مرمي وكمان الازايز اللي كانت مرميه في كل مكان. خلينا بقى نروح دلوقتي للي حصل من النادي الاهلي والشكوى اللي اتقدمت رسميا للاتحاد الافريقي لكره القدم. والاهلي طلب ان هو لازم يكون في تامين ولازم يكون في فار ولازم يكون في حكام نخبه للماتشات الكبيره، واعتقد الكلام ده كله كلام طبيعي. لكن هل في النهايه النادي الاهلي هياخد الثلاث نقاط؟ احب اقول لك يا عزيزي لا، واللي هيستفاد من الموضوع ده هي الفرق اللي هتلعب مع الجيش الملكي بعد كده وليس النادي الاهلي. ولكن في النهايه ده امر جيد للنادي الاهلي، نحط نقطه ونحط سبوت للاتحاد الافريقي على الحاجات اللي بتحصل دي. يعني ده لو كان مش شايفها، واعتقد ان هو شايف زينا زيه بالظبط. وكمان ممكن يتم تعديل بعض اللوائح، وانا هنا بقول ممكن تعديل بعض اللوائح ان الفريق المتضرر ياخد الثلاث نقاط، وان كان الامر ده هيكون مستحيل مع اي فريق مغربي. ولكن ادينا هنشوف وادينا هنعرف ايه اللي حصل، بالاخص بعد الحكم بتاع المباراه ما كتب ان اللقاء خلص عادي بدون اي مشاكل بدون اي حاجه، وكأن الدنيا كانت وردي. اللعيبه كانت بتقتل بعض قدام الحكم علشان يدوا له السكينه اللي كانت موجوده، ولما وصلت له سكينه الاله الحاده ديت خد بعضه وساب اللي بتاعه ومشي. وبالتالي خلينا نشوف اللي حصل. هم اخواتنا، وانا اتمنى من كل الجمهور اللي هيحضر اللقاء القادم للنادي الاهلي والجيش الملكي اللي هيكون ان شاء الله باذن الله في العام القادم، اتمنى ان احنا نعامل الناس دي باحترام وان هم يكونوا موجودين عندنا في بلدهم الثانيه. ناس كتير الفتره الاخيره بتحاول تلبس كابتن سيد عبد الحفيظ عبايه مش بتاعته. هتقول لي انت بتقول كده ليه؟ هقول لك ارجع لقصه اليو ديانج اللي بقى لها سنه الناس بتتكلم فيها. ناس كتير اتكلمت عن كابتن محمد يوسف، عن كابتن محمد رمضان، ناس كتير كانت موجوده داخل الدايره ديت، وان ما حدش فيهم قدر يمدد تعاقد اليو ديانج. دلوقتي بيحاولوا ان هم يلبسوها
للكابتن سيد عبد الحفيظ. والكلام اللي طلع كله ان اليو ديانج يرفض التمديد للنادي الاهلي، وان هو يكون موجود، وان عنده عروض من السعوديه زي التعاون زي الحزم زي غيره من الانديه، وان هو طالب ياخد ما بين 2 ل 2.5 مليون دولار من النادي الاهلي، والاهلي عرض عليه شاكب راكب كله على بعضه باعلانات بحوارات بكل حاجه 1.5 مليون دولار. وحاليا الكوره في ملعب اليو ديانج، يوافق او يرفض ان هو يكون موجود فهي كوره عنده هو، يا اما غالبا في يناير هنشوف اليو ديانج خارج النادي الاهلي. برضه هستنى رايك، هل انت ان اليو ديانج لو ده انه مصمم على رايه يمشي ومفيش مشكله، ولا نرفع الحد ونرفع السقف ان هو ياخد رقم كبير ممكن يعمل مشاكل اكتر داخل النادي الاهلي؟ فيما يخص صفقات النادي الاهلي، المهاجم الاجنبي ولا باك شمال اجنبي ولا مدافع اجنبي ولا هنجيب كومبو على بعضه ولاعب كمان نص ملعب، الحوار انتهى وبيخلص في النهايه ان النادي الاهلي ممكن بالفعل يتعاقد مع مهاجم حاليا. كلام كتير بيتقال على ديابيتيه، كلام كتير بيتقال على بابلو الصباغ، وكلام كتير بيتقال على المهاجم الكونغولي اللي بيلعب في الدوري البولندي، اللاعب بولو الراجل الكونغولي اللي عليه كلام كتير جدا 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 الفتره دي. لاعب صاحب 26 سنه اللي تقريبا الرقم بتاعه على ترانسفير ماركت معدي ال 4.2 مليون دولار. لاعب فريق جانيلونيا البولندي، هو اساسا كان من ناشئي نادي بازل، طوله 175 سم. الموسم ده لعب 19 لقاء سجل 7، الموسم اللي فات لعب 47 لقاء سجل 19، الموسم اللي قبله لعب 12 لقاء كان مسجل 4، والكلام ده بعد الانتقال الى النادي اللي هو فيه حاليا. طبعا طول اللاعب 175 سم، ده معناه ان هو مش مهاجم طويل، اذا ممكن تكون عنده مشكله في ضربات الراس. ولكن لا ننسى ان كان عندنا فيلافيو تقريبا في الرينج ده وفي الطول ده، وكان بسم الله ما شاء الله سفاح بيلعب بدماغه. ولكن الارقام اللي هتكون محطوطه في اللاعب ده كبيره سواء من النادي او اللي هو عايزها، وبالتالي ممكن تكون في حوارات او اختيارات افضل منه. الناس كلها كانت اتكلمت قبل كده على ديابيتيه ووصفاته وشكله وكل حاجه موجوده عنه، ولكن هو كمان ما بداش التالق بتاعه الا في الموسم اللي احنا موجودين فيه ده، وهو عنده نفس العمر 26 سنه. انا من وجهه نظري لازم نخلص ولازم ننجز في موضوع المهاجم، وان كنت اشوف ان احنا لسه قدامنا شهر 12 كامل، حتى النادي الاهلي لو تعاقد مش هيعلن دلوقتي، وان التعاقد هيتم اعلانه في نهايه شهر 12 او على الاقل بعد اسبوعين من دلوقتي. لكن ده مش معناه ان انت ما تخلصش ورقك من بدري علشان ما يتلمش منك الورق قبل ما تخلص الامتحان. حاجتين اخر ممكن يكونوا خارج النادي الاهلي: احمد عاطف مهاجم منتخب مصر الثاني مع الكابتن حلمي طولان، تم استبعاده من المنتخب قبل البطوله ما تبدا، اللي هي هتبدا بكره ان شاء الله باذن الله 1/12. تم استبعاده من المنتخب، وقالوا يعني ان الراجل مصاب. الراجل طلع قال انا مش مصاب وما اعرفش تم استبعادي ليه، ولكن جاء الرد من المنتخب الوطني بقياده كابتن حلمي طولان، وبالاخص من الكابتن احمد حسن، اللي قال ان الراجل ده انا قعدت معاه قبل ما نروح قطر وقلت له حرفيا انت موجود كاحتياطي لينا، لو تم الموافقه على صلاح محسن، لو تم الموافقه على مروان حمدي، فهيتم اختيارك وتكمل معانا في المنتخب، لكن لو ما تمش اختيارهم فانت موجود معانا. وبالفعل تم اختيار مروان حمدي، وفريق بيراميدز وافق على وجود مروان حمدي مع الكابتن حلمي طولان، بناء عليه احمد عاطف خارج قائمه المنتخب بشكل رسمي، والراجل عارف الكلام ده من بدري حسب كلام الكابتن احمد حسن. الله اعلم الكلام ده حصل ولا لا، ولكن الكلام ده لو كان حصل مع الكابتن حسام حسن حضرتك كنت هتشوف حوارات وتلفزيونات وفيديوهات وناس هتطلع على السوشيال ميديا تقول كلام وتقطع في شعر راس كابتن حسام اللي مش موجود اساسا. اخر حاجه معانا، شفنا الوزير امبارح طلع مع الكابتن احمد شوبير وقال ما ينفعش نادي الزمالك ده كله يعتمد على حته ارض، وان الناس كلها بتقول رجعوا الارض للزمالك والا الزمالك هيفلس. الكلام ده ما ينفعش، وان الارض دي ممكن ما ترجعش لان في مشاكل حصلت من اللي ماسكين الارض، والقضايا اللي اتقدمت من ناس داخل نادي الزمالك، وبالتالي هم غلطوا ويستحملوا غلطتهم وممكن ياخدوا ارض تانية. على فكره الكلام ده كلنا كنا بنقوله قبل كده، لكن الوزير نفسه كان طلع قبل كده قال لا الارض ترجع والمشكله هتبقى اكبر لو الزمالك ما خدش الارض دي. حاليا بعد ما شاف القضيه كامله اعتقد ان هو اقتنع ان في مشكله كبيره على الارض، وان ممكن يكون من وجهه نظر الوزير في الوقت الحالي ان الزمالك ملهوش حق في الارض دي. احنا وصلنا الختام، وفي الختام بنصلي ونسلم دايما على الرسول الكريم. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي فيما هو قادم، وكمان بنتمنى التوفيق لكابتن حلمي طولان في بطوله كاس العرب وكابتن حسام حسن في افريقيا. ولنا لقاء اخر ان شاء الله باذن الله غدا. ما تنسوش الصلاه والسلام على الرسول الكريم، وتكون عملت لايك. اشوفكم على خير والسلام عليكم.